يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من السنة للسنة مرة بنعملها مع ان كلها فوايد. هي الموسم بتاعها اليومين دول طبعا وكتيرة جدا ورخيصة. فيا ريت تجيبوها وتعملوها ولو مرة في السنة، جميلة جدا جدا. وهقول لكم ازاي يطلع طعمها حلو. اولا تجيب الخبيزة اللي تكون ورقتها صغيرة مش كبيرة، وتكون الورقة بتاعتها بتكون ناعمة كده وطرية. هي دي الخبيزة الحلوة اللي هي ايه يعني، بتكون شاربة مية حلوة. لان بيقولوا في منها زرع بيسقوه ميه مش كويسه، يعني تخلوا بالكم تجيبوها من حد موثوق فيه. انا جايباها زي ما انتم شايفين كده. الخبزه بتاعتي كانت صبحه والورق بتاعها صغير جدا. وطريه كده وحلوه. عايزه اقول لكم ان انا كنت الخبزه دي قعدت سنين طويله ما اعرفش عنها حاجه. يعني عمري امي ما عملتها لنا خالص. من كام سنه يا دوب اتعرفت على واحده ولقيتها بتعملها وبتعملها بطريقه حلوه وطعمها كان حلو، خلتني بصراحه حبيتها. بقيت كل سنة أعملها مرة على الأقل يعني. زي ما انتم شايفين الورقة بتاعتها صغيرة وطرية وجميلة ازاي. بصوا، ده بيكون شكلها. جبت الخبيزة ونقيتها زي ما بتنقوا الملوخية زي ما شفتوا كده. وغسلتها غسلة كويسة، وبعدين مية بتغلي على البوتاجاز ونزلت عليه حطيت فيها البتاع ده الخبيزة. ومعاها ربطة من الكزبرة وربطة من الشبت، كزبرة خضرة وشبت بس. وكيلو من الخبيزة. عايزين تعملوا نص الكمية تقسموا كل حاجة بالنص. باحطها المَيّة المغلية دي عبارة عن إن هي بتعقّمها لي. يعني بتخلّي لونها بعد ما تطبخيها يفضل لونها حلو لحد ما تخلص معاكِ في حلة الخبيزة. بيفضل لونها حلو وفي نفس الوقت بتعمل زي عملية تعقيم. أنا مش هاسلقها، مش هنخلّيها تغلي يعني، مجرد بس بتنزل في مَيّة بتغلي. وباقلّبها كده شوية، مجرد ما أحس إن المَيّة هتبتدي تغلي أهو من على الأطراف زي ما أنتم شايفين. هاطفي عليها واصفيها في مصفى تحت الحنفية. وهاشطفها بمَيّة ساقعة. أهو شايفين المَيّة بتاعتها بينزل وبتاخد معاها ريحة اللي هي مش كويسة. معايا هنا بقى شوية مَيّة صغيرين بيغلوا، حطيت فيهم 4 معالق رز ومكعبين مرقة خضار. وهادوب مرقة الخضار وأوطّي على الرز واسيبه يستوي على نار هادية. وهازوّده مَيّة بتغلي تاني، يعني هازوّد شوية المَيّة دول هازوّدهم شوية مَيّة تاني بتغلي. يعني مثلًا نقدر نقول دول حوالي كوبايتين 3، هاحط كوبايتين 3 تاني. عشان دول كيلو من كيلو خبيزة. فهتاخد مية كتير يعني شوية. لو عندك شوربة فراخ شوربة لحمة تقدري تعملي بيها بدل المية. هنا أنا عملتها اهو خلاص. هغطي واسيبها على نار هادية ونروح نفرم الخبيزة في الخلاط. أنا هنا ابتديت في الكبة بس ما عجبتنيش الكبة. طلعتها لي خشنة شوية فكملت في الخلاط. بعد ما فرمت شوية هنا في الكبة، أخدتها وكملت في شفشق الخلاط. عشان أنعمها شوية لأن حاسة الكبة مش بتفرمها كويس. العيدان اللي هي بتبقى بين الورقة دي آه، بتفضل قاعدة ما اتفرمتش في الكبة، فأنا عشان كده خدتها ورحت كملت في الخلاط أفضل. خلاص هنا كان الرز استوى وفرمتها في الخلاط اهي زي ما انتوا شايفين. والحبة اللي في الطبق اللي ورا دول برضو تبعها الشفشق ما كانش شايل، فأنا قصت شوية فيه وكملت. خلاص هفضيها بقى على الرز اللي استوى وبقية الحبة اهو. وهي بتغلي كده او قبل ما تغلي كانت التومة على النار. هاخد منها حتة من التومة اول ما سخنت كده، بس سخنت. خدت حتة تومة تعتبر تومة نية. دول حوالي معلقة كبيرة توم او معلقة ونص كمان، يعني كمية التوم براحتك. لو مش بتحب التوم ما تكتريش. بس هو التوم بيديها طعم وريحة بصراحة. دي رشة ملح مبهر بفلفل. لو عايزة تحطي اي بهارات اي اطعمة انت حباها تقدري تحطي في الوقت ده. وكده خلاص التومة كانت قربت تستوي وهي هتبتدي تغلي، وطيت عليها النار خالص. وكملت تحمير التوم ونزلت عملت لها طشة توم عادية. انا ما بحبش احط كزبرة ناشفة فيها. في ناس بتحط لها كزبرة ناشفة، انا مش بحبها. هي التومة وبس. تعملوها بقى بسمنة بلدي سمنة نباتي بزيت براحتكم.
ودي حاجة كانت جميلة جدا جدا بجد، حلوة قوي يعني. جربوها متخافوش التومة رجعت تاني في الحل. جربوها بجد حلوة وكلها فوايد يعني. ادخلوا كده على جوجل واكتبوا فوايد الخبيزة، هتلاقوا فوايدها غريبة جدا وكتيرة جدا. واهم حاجة فيهم ان هي بيقولك بتأخر الشيخوخة، طبعا محدش عايز يكبر ومحدش عايز يشيخ، فهاتوا بقى خبزة وكلوا خبزة عشان ما تكبروش. جميلة جدا جدا، جربوها ان شاء الله تتبسطوا بيها خالص. وطعمها حلو. العملية ان احنا نزلناها في مية بتغلي الاول دي مهمة جدا، بتخلي لك طعمها يفضل حلو وريحتها كمان حلوة ومقبولة. جربوها. بص اللقطة دي بقى انا جايبها لكم من جوجل اهي، ادخلوا على جوجل وشوفوا الفوائد اللي فيها. شايفين؟ اهم حاجة بقى تزيل اعراض الشيخوخة. باي باي.